النهارده هاوريكم طريقتين تجيبوا بيهم ايكونز، واحدة سريعة جدا والتانية بروفيشنال اكتر شوية. صباح الخير، ازيكم؟ انا عارفة ان في ناس كتير قوي متضايقة مني وعايز تقتلني عشان انا ما بنزلش فيديوهات غير كل فترة. انا عارفة، بس عشان تبقوا عارفين انا كنت في مصر الشهر اللي فات كله من قبل عيد الاضحى، وطبعا في مصر معرفتش اصور اي حاجة لان انا كنت قاعدة في بيت فيه 14 شخص في نفس الوقت. يعني انتوا مش متخيلين الدوشة والزحمة وقرايب بقى وكده، فالدنيا كانت متربجة خالص. بعدها وانا في مصر برضو اخر اسبوعين عملت اسناني وخلعت ضرس العقل وحاجات كتير، ما عرفتش خالص ان انا يعني لا انا اصور ولا كان معايا كاميرا اصلا ولا كنت قادره حتى ان انا افتح اللابتوب. فانا رجعت كندا لسه من كام يوم، وانا قاعده دلوقتي قدام اللابتوب وهنبدا دلوقتي ان انا اوريكم ازاي تجيبوا ايكونز وتعملوا ايكون لايبرري، عشان دي من اكتر الحاجات اللي ساعدت لي على الفيديوهات اللي فاتت. بالمناسبه في ناس كتير سالتني قبل ما نبدا، بس في ناس كتير سالتني ان انا اعمل لهم خطة او هتكون ايه الخطة بتاعة الكورس او كده. بصوا يا جماعة، بصراحة ما فيش خطة، هي الموضوع مش محتاج خطة. انت افتح فيجما وابدأ ان انت قلد حاجات اوريدي موجودة، اتدرب كل يوم لحتى ما تبقى بتعرف تعمل كل حاجة في فيجما. لو في حاجة مش بتعرف تعملها تعمل سيرش عليها او اسألني في الكومنتس على اليوتيوب وانا هعمل عليها فيديو. انما انت مش محتاج خطة، انت محتاج ان انت تبقى بتعرف تعمل واجهات. في الاول تعرف تعمل واجهات كتير خالص، لما تكون الواجهات بتاعتك نظيفة وشكلها حلو وفيها 8 point system واوتو لاي اوت وكومبوننتس وديزاين سيستم كده حلو، يبقى بعدها ادخل بقى في اليوزر ريسيرش والاندرستاندينج او الفهم بتاع الحاجات بتاعه اليو اكس. بس دلوقتي انت محتاج اليو اي، فمحتاج فيجما. فعشان كده انا في الكورس ده انا بدأت في فيجما، بدأت ان انا اعلمكم ازاي تستخدموا ادوات فيجما مش باليو اكس زي ما شهادة جوجل عاملة. الحاجة التانية اللي انا عايزة اقولها ان شهادة جوجل رغم ان هو كورس حلو وشامل، ولكن هو outdated جدا. outdated يعني ادي الحاجات اللي فيه اصلا خلاص، يعني اتغيرت كتير خالص. الكورس قديم قوي قوي وما اتجددش من زمان، بيستخدموا اصلا في سوفت وير اسمه ادوبي اكس دي ما بقاش موجود. اوكي، وفيجما اللي موجود في الكورس بتاع جوجل مختلف خالص عن فيجما دلوقتي. فيجما اتطور واتغير خالص، فعشان كده انا ما بحبش قوي الكورس او الشهاده بتاعت جوجل دي، ولكن هي بدايه كويسه لو انت بتفهم انجلش. تابعهم. يعني لو مالكش في الانجليش فتابع الكورس بتاعي. انا هحاول ان انا على قد ما اقدر انزل فيديوهات اكتر. اوكي، يلا بينا نفتح عشان انا لغيت كتير. اوكي، الايكونز اول حاجه المره اللي فاتت انا فهمتكم ان انت تيجي عشان تعمل ايكون تروح ترسمها او تعملها كده جوه فيجما، فدي حاجه غلط خالص. شكرا يا عربية. انا قلت لكم ان انت تحاول تعمل ايكون كده لوحدك، دي حاجة غلط خالص. يعني حتى لو نعمل لها، حتى لو حطيناها في جروب او فريم مثلا ونسميه بلس ايكون، لا ده غلط خالص. يعني ليه تعمل كده؟ بيبقى فيه اصلا واحد وظيفته في الشركة، في الشركات الكبيرة، اسمه ايكونوجرافر ده حرفيا هو وظيفته ان هو بيصمم الايكونز بتاعت الشركة. اوكي، فانت لو عايز تشتغل ايكونوجرافر ماشي تمام، انا مش هعرف اساعدك في الموضوع ده ان انا مش ايكونوجرافر. اعمل سيرش على الايكونز بيتعمل لها ديزاين ازاي وابدا صمم ايكونز. انما انت لو مش ايكونوجرافر، انت لو يو اكس يو اي ديزاينر زيي، فانت مش محتاج ان انت تعمل ايكونز في فيجما. طب هتعمل ايه؟ هتنزلها من جوجل، هنروح كده لجوجل وتكتب، او بلاش جوجل عشان بنحاول نقطعه. هل مثلا هتروح وتكتب مثلا هنا ايكونز مثلا وتروح تنزلها من موقع فلات ايكون او اي حاجه؟ لا، برضو مش هتعمل كده. طيب امال هنعمل ايه؟ بكل بساطه انت هتدوس على العلامه دي اللي تحت اللي هي فيها اكشنز، وتروح للبلجنز وهتكتب هنا ايكونز. هيطلع لك بلجنز كتير قوي فيها كل الايكونز اللي انت محتاجها. بس الاحسن ان انت تستخدم فيه بلجن اسمه، في اتنين، في واحد اسمه سيمبلز وفي واحد اسمه تيرس سيمبلز. هقول لكم الفرق ما بينهم. تعالوا نفتح سيمبلز ده الاول. هو فتحولي كده في ايكونز هنا طلعالي اي ايكون بقى انت عايزها. ممكن تعمل مثلا تكتب هارت مثلا، يطلع لك الايكون هنا. في منها مثلا، تعالى نعمل زوم شويه.
في منها اللي هي outline كده، وفي منها اللي هي الفيلد. اوكي، ونحط اي ايكون احنا عايزينها. الايكونز اللي نازله من سيمبلز دي بتكون عباره عن خط، هو اصلا خط، هو فونت. تمام، الفونت اسمه اس اف برو، والفونت ده خاص بابل. فهو عشان انا اللابتوب بتاعي من ماك، فالخط موجود عندي. لو الخط مش موجود عندك ممكن تنزله من على النت، بس لو انت مش ماك الاحسن اصلا ان انت ما تستخدمش التول دي خالص، البلجن ده، وتروح هنا وتفتح، اكتب برضو symbols مرة تانية، بس افتح material symbols. اوكي، ممكن على فكرة symbols يشتغل معاك حتى لو انت ويندوز، ممكن يشتغل معاك. لو اشتغل معاك ماشي، مش مشكلة، لو عرفت تنزل خط مش مشكلة. material symbol نفس الموضوع، هكتب مثلا هنا heart مثلا، انا عايزة الايكون بتاعت الهارت، فاهي نازلالي. اوكي، مظبوطة، مقاسها 24 في 24. هما في الغالب بينزلوا الايكونز بالحجم ده، بس دي بكل بساطة. فده اول اسهل طريقة تجيب بيها ايكونز وانت بتشتغل. لو ما لقيتش الايكون اللي انت عايزها في سيمبلز، ممكن تفتح بلجن تاني بتاع ايكونز، اي مثلا فونت اوسم ده. تعالوا نشوف اللي فيه، وسيمبلز على فكرة ببلاش. طيب ده مش راضي يحمل اصلا. تعالوا نشوف اي بلجن تاني ران. هو في ايه؟ ماشي مش مهم. في بلجنز بتبقى بايظه يعني، مش مهم. ايكونز ايتا مثلا بلجن هو مشهور جدا، بس هو مشكلته الوحيده ان هو بينزل لك الايكون عباره عن صوره، حرفيا صوره. لو انت بقى عايزها اس في جي، اس في جي دي هي النوع اللي هو بيبقى زي الفيكتور كده، يعني نقدر نقول عليه فيكتور. هو مش فيكتور قوي بالظبط، عشان في ناس انا عارفه بتدخل تصلح لي المصطلحات دي، وانا يا جماعه بسهل المصطلحات عشان بس تفهموا الفكره يعني. ده مثلا ده نزل فيكتور. ايه ده، نزل لي اس في جي كويس. فهدوس هنا مثلا، فكده ايه، نزل لي اس في جي. المهم تاكد ان هو اس في جي او فيكتور، ما يكونش بي ان جي. بي ان جي ده مره تانية ده هيبقى صوره، اوكي، ريال ريزولوشن، فاحنا مش عايزين تتابع، احنا عايزين يكون اس في جي. هنخليه مثلا، مش عارفه ليه احكامهم هنا كبيره قوي، 30 في 30. اوكي مش مشكله. طيب كده دي طريقة سهلة خالص خالص ان احنا نجيب بيها plugins. في طريقة تانية بقى بروفيشنال اكتر شوية، لما تكون انت باني ابلكيشن كبير او ويب سايت كبير، انت اصلا ممكن تعمل حاجة اسمها ايكون لايبراري. وايكون لايبراري دي تفضل موجودة عندك في الاسيتس، زي ما المرة اللي فاتت فاكرين واحنا بنعمل components لقينا كل components لقينا كل component ظاهرة في الاسيتس. احنا هنعمل كده بقى، بس هنعمل كده مع الايكونز. اللي انا هعمله ان انا هروح على الصفحة الرئيسية بتاعة فيجما، هنا علامة الهوم دي، هتدوس على اسمك، وهتدوس هنا على، لو مش موجود اسمك، فانت ممكن تعمل كوميونيتي بروفايل، هيقولك تعمل واحد يعني. ده الكوميونيتي ده معناه مكان الناس بيرفعوا عليه حاجات، هتلاقي فيه يو اي كيتس وواير فريمز وويب سايتس جاهزة وبلجنز وحاجات كتير جدا. انا هكتب ايكونز، بس اتأكد ان انا هفلتر هنا على الفايلز والتمبلتس بس. هلاقي كمية لايبريز بتاعت ايكونز يعني كتير قوي. انا في واحدة بحبها قوي اسمها feather icons، هي دي. بس هو عامة اي ايكون لايبرري هتنفع. هدوس على open in figma، وبعدين هروح هنا هيروح يفتحها لي ايا كانت اللايبرري اللي هتختارها. اتاكد ان كل واحده من دول هي عباره عن كومبوننت. هتلاقوا هنا على جنب علامه الكومبوننت. لو ما تعرفوش يعني ايه كومبوننت، فما ينفعش ان انتوا تكونوا ما شفتوش الفيديو اللي فات اللي انا عملته عن الكومبوننتس. ده فيديو اساسي، الاوتو لاي اوت والكومبوننتس، يعني الحاجتين دول هما اللي يخلوك تعرف تشتغل على فيجما اصلا. تاني خطوه بعد ما اتاكد ان اللايبرري دي كل اللي فيها components، ان انا هروح هنا على علامه الاسيتس، بعدها هروح على علامه الكتاب دي وادوس publish. اوكي، لما اجي اعمل publish هيقول لي move projects، عشان انت لما بتبدا project في فيجما بيبداوا في الدرافتس، فاحنا عايزين نحط البروجكت ده يكون في فولدر. اوكي، هدوس على move to project واختار اي فولدر موجود عندك. انا ما عنديش غير فولدر واحد، فهعمل move ليه. لو مرضيش يعمل لك موف، يبقى انت معنى كده ان انت الفيرجن بتاعتك مش فري، مش مفتوحه بالكامل. ولو عايز تفتحها بالكامل، شوفوا الفيديو اللي انا عملته ازاي ان انت تنزل فيجما كامل ببلاش. انا هتلاقوه في القناه بتاعتي. هنا بقى هيقول لي اختار انه ايكون ان انا عايزه اعمل لها ببلش. طبعا انا عايزه اعمل لهم كلهم، فهدوس على العلامه دي، هيعمل لي سيلكت الكل. هم 1415 ايكون، فالموضوع ده بنت مصر هياخد شويه. هندوس publish هنا، وهسيبه يعمل لي publish library،
ومش هقفل فيجما طبعا، هسيبه وهرجع له بعد شويه. على فكره انتوا مش لازم تفضلوا في نفس الصفحه دي، يعني ممكن نرجع تاني للفايل بتاعنا، ممكن نروح هنا، ممكن نروح للهوم، مش مشكله يعني، مش لازم تفضل فاتح الصفحه دي. وممكن نفتح حاجه تاني، ابلكيشن تاني، او انزل الفيجما لتحت، بس المهم ان انا ما اقفلش فيجما كله يعني. طيب هو دلوقتي خلاص اللايبرري اتعملها publish، فانا ممكن اقفل الفايل ده، خلاص انا مش محتاجاه. هروح بقى للفايل بتاعي اللي انا كنت بشتغل فيه. وفاكرين في الفيديو بتاع components احنا كنا بنجيب ال instances بتاعة الكومبوننتس ازاي؟ كنا بنروح للاسيتس وبعدين هنلاقيها ظهرت هنا. طيب انا دلوقتي مش ظهرالي ليه؟ علشان انا ما عملتش enable لللايبريز. فدي تاني خطوة، هنروح هنا في الهوم وهتدوس على اسمك وهتدوس على settings، تعمل scroll down لتحت كده وهتلاقي library و enable libraries for all files in your draft. هندوس عليها وهنلاقي هنا ظهر feather icons، هندوس على all files. هي لو off هنعمل لها all files. بس كده نرجع تاني هنا هنلاقيها ظاهرة على طول في الاسيتس. اوكي، لما نفتحها كده هتلاقي كل الايكونز اللي احنا عايزينها موجودة هنا في اللايبرري. ممكن نعمل سيرش على اي حاجة مثلا heart ونسحبه كده بس. وزي ما انتوا شايفين لونه بنفسجي. فاكرين الفيديو اللي فات بتاع الكومبوننتس؟ شايفين العلامة دي؟ قلت لكم عليها دي علامة الانستنس. فانا كمان حتى لو انا عاملة زرار، يعني مثلا تعالوا نكتب هنا لايك، تعالوا نعمل بutton. فاكرين بنعمل button ازاي؟ شرحت لكم في بتاعة الاوتو لاي اوت. نعمل هنا 8. اوكي، هنسميه، اهم حاجة تسميه button. اوكي، نديله مثلا fill ونخلي الفل بتاعه ايا كان، يعني اللون ده مثلا، ونديله padding. يعني اتمنى تكونوا فاكرين الكلام ده من المره اللي فاتت دي. لو فاكرين طيب الفيديو اللي فات لما عملنا component وعملنا جواه instance swap، احنا ممكن نعمل نفس الكلام بقى ده دلوقتي، بس instance swap هيبقى من اللايبرري. تعالوا نعمل instance swap. هنا هندوس على القلب ده ونيجي هنا على العلامه الصغنطوطه دي. اوكي، create instance swap property، ندوس عليها ونكتب هنا، نخليها، تعالوا نسميها ايكون. اوكي، لو سحبت بقى انستنس من البutton ده، بصوا ظهر هنا عندي ايكون، وهنا ممكن اغير الايكون من هنا على طول. وبالطريقه دي انا هفضل على طول، هيفضل عندي البutton او الايكون بنفس الحجم، يعني انا ضامنه ان هي مش هتتغير. كمان حتى انا لو غيرت البutton مثلا، ثواني اعمل دي بروبرتي. انا لو غيرت مثلا، عملت هنا خليتها داونلود، اوكي، وغيرت مثلا لونه ده انستنس من ده. فانا مثلا لو قررت ان انا اغير حجم الايكون دي بدل 24 مثلا، خليتها مثلا 30 في 30، بصوا التانية بتتغير معاها، فاهمين؟ قررت اغير الخط ده مثلا، خليته 32، او غيرت اصلا الخط كله خليته خط كده، اللي هو ده ما ينفعش. باي ذا واي الحاجات دي ما تنفعش في يو اكس كويس، يعني لو انت عرفت تستخدمها كويس اوكي ماشي، لو ما عرفتش يعني بلاش تكتروا من الكاستم فونتس دي، يعني خليك في الفونتس البيزكس وبعدين ابقى دخل كاستم فونتس بس. فانا دلوقتي عندي الايكون لايبرري كلها، اوكي، مرة تانية موجودة هنا في الاسيتس، وهتكون موجودة هنا في اي بutton. ودي الطريقة البروفيشنال اللي الناس بتشتغل بيها بالايكونز. في العادي الايكون لايبرري دي ما بتكونش حاجة جايبينها من الكوميونتي زي ما احنا جبناها كده، بيكون في واحد اسمه ايكونوجرافر، وظيفته يعني مش اسمه، وظيفته ايكونوجرافر شغال في الشركة. كل اللي بيعمله اللي هو بيبني ايكونوجرافر ويعمل لها ببلش، هو اللي بيعملها ببلش. انت ما بتعملش ببلش للايكونز، ما بتلعبش في الايكونز، مالكش دعوه بالايكونز. اوكي، اتمنى الفيديو ده يكون افادكم، واتمنى كده محدش يسالني على الايكونز تاني. اوكي، عندكم اهو طريقتين، يا اما تجيبها من اي بلجن تتاكد ان هي اس في جي او فيكتور مش صوره، يا اما تبني ايكون لايبرري بنفسك. ويا رب تكونوا استفدتوا. مره تانية اسفة على التأخير، وافتحوا فيجما وابتدوا اشتغلوا النهاردة، وما تنسوش تعملوا شير ولايك للفيديو ده، وتكتبوا لي كومنت عايزيني اعمل فيديو ايه المره الجايه. عشان على فكره انتوا كلكم بتقعدوا تقولوا اعملوا فيديو، بس انا مش عارفه اعمل فيديو عن ايه، لان انا حاسه ان انا اتكلمت على كل الاساسيات. الباقي بقى ان انت بس تجرب مش اكتر. فقولوا لي عايزين اعمل فيديو عن ايه بالظبط، او اسالوني اسئله يعني محدده شويه. ما تنسوش تعملوا فولو الانستجرام بتاعي، عشان على فكره اغلبكم بيبعت لي مسجات اصلا ما بيعمليش فولو على انستجرام. اعملوا لي فولو على انستجرام بليز، واشوفكم المره الجايه. سلام.